السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة الشيف خالد مافيا وفيديو جديد كالعادة. ايه افضل قطعة في العجل بتنعمل بوفتيك ومميزاتها وعيوبها؟ طبعا افضل قطعة تنعمل بوفتيك هي السمانة يا جماعة، بتختلف عن جميع اجزاء الفخدة، ودي بتكون افضل حاجة للبوفتيك غير الموز او غير التريبيانكو او غير الكولاطة او وش الفخدة او ظهر الفخده. طبعا السمانه بتكون افضل قطعه للبفتيك لان بتكون في وسط الفخده على عظمه المدفون او على عظمه الماسوره. وطبعا كلنا عارفين عارفين الماسوره او العظمه اللي تبقى داخل الفخده اللي هي المدفون. ولكن عشان ما نطولش في المقدمه، اتمنى ان انت اول مره تشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. طبعا السمانه بتكون لحمتها حمراء جدا وبيكونش داخلها اي عروق او اي عصب او اي قراقيش، لان بتكون في نص الفخذ. فبالتالي بتكون حركه العجل او بيكون الحركه بتاعه العجل في الفخذه بتكون في المكان ده قليل جدا. فبالتالي هي ما بيكونش فيها اي عروق خالص زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو. بتكون حمراء جدا ما فيهاش اي عروق او اي اعصاب. فهي بالتالي لما بتنزل، لما انت حضرتك بتقطعها وتعملها بفتيك، حتى لما بتنزل في الزيت ما بتاخدش وقت زي اي جزء تاني. طبعا الموزه ما تنفعش، ولكن وش الفخده كمان ما ينفعش ان بيكون ناشف، والتربيانكو ما ينفعش ان برضه بيكون ناشف، ووش الفخده وظهر الفخده بيكون ناشفين. فده افضل مكان في الفخده بيكون هو لعمل البفتيك اللي هي السمان. طبعا من العوامل بتاعتها والنجاح فيه ان انت لازم عشان تقطعها كويس تكون السكينه تكون حاميه زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. واهم حاجه تكون اللي هي بتكون تخش الغرفه او تخش التجميد زي ما حضراتكم شايفين كده، تخش تجمد شويه. وبعد ما تجمد تبدا ان انت تقطعها بكل سهوله باي سكينه عندك في البيت، بتكون بنفس الشكل ده. وبعد ما بتقطعها بنفس الشكل ده تقدر ان انت تدقها باي حاجه عندك زي الشاكوش او اي حاجه في المطبخ عندك بتكون بتستعمل ليه دق اللحوم زي الشاكوش مثلا بيكون بتاع المطبخ. طبعا دلوقتي لو انت عايز تروح عند الجزار تجيب حاجه للبفتيك، هي افضل حاجه يا جماعه السمانه، عشان ما يضحكش عليك. شايفين السمانه ما شاء الله لونها جميل ازاي؟ لان برضو وش الفخده بيكون في يعني تقريبا في نفس الحجم، في نفس الحجم بس ما بيكونش في نفس الشكل بتاعها. يعني وش الفخده بيكون في نفس الحجم بس ما بيكونش نفس الشكل بتاع السمانة. طبعا وش الفخده برضو بيكون احمر، ولكن بيكون عروقه افضل، او الفتل اللي فيه بيبقى فيه عباره زي نظام انسجه في اللحوم، فده بيكون ناشف جدا. اما اما عفوا اما السمانه ما بيكونش داخلها اي عروق او اي انسجه زي الوش الفخده او ظهر الفخده بيكونوا ناشفين، ان ده بيكون فيه الحركه بتاعه العجل. وده بيكون افضل مكان للبفتيك هو السمانه زي ما حضراتكم شايفين. واتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو، تعمل لنا لايك جميل.